اسمعوا ما تنسوش، ده الجزء التاني من قصة ماهر. وبعد ما نمشيت لقيت أمي بتقول لصاحبتها: يا أختي أنا اتخضيت، مش تولدي. قالت لها: وأنا شفته، أنا اتفاجأت إزاي زيك بالظبط. طب كلمي جوزك وخليه يرجع. قالت لها: يا أختي ما أنا كل شوية أكلمه، والراجل كل ما أنا أكلمه يضحك لي ويقول لي عشان خاطر الفلوس والإقساط اللي عليا، وإن أنا عايزة أجوز الواد ماهر. هعمل إيه يعني قولي؟ راحت مخبطة على حويكية يعني. طب وده مين اللي يراضيه ومين اللي يصالحه وهو زعلان قوي قوي كده؟ قالت لها: وريني كده يا اختي. صحيح، ده باين عليه قوي ان هو زعلان خالص. قلت لها: انت يعني بتتهزري؟ راحت ردت عليها صاحبة امي وقالت لها: يا اختي انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. ما انا حالي حالك، هنعمل ايه يعني؟ ومين اللي هيراضي ده ويراضي ده؟ ما هما الاتنين عايزين يتراضوا برضو زي بعض. وأنا بصراحة مش عارفة أقولك إيه. الواحد ما بقاش عارف يعني بيعرف ينام بالليل من كتر من اللي هو حسه. وأنا كنت واقف ومش مصدق إن أمي هي اللي بتقول الكلام ده بصراحة. كنت هتجنن، وقعدت أقول معقول أبويا مقصر في أمي كل ده. ولكن فجأة في وقت من سرحاني على سحمة أمي طلع: طب بقولك إيه يا أختي، أنا عندي فكرة. قالت لها: فكرة إيه دي اللي عندك يا أختي؟ ما تقولي يلا يا ولية وخلصيني. هو أنت تقولي لك كلمة وتسكتي؟ بتجننيني. أيوة أكيد أنت عايزة تجننيني. قالت لها: يا أختي استني عليا أقول لك الفكرة. قالت لها: ماشي يلا اتفضلي وقولي لي. قولي لي الفكرة اللي عندك. قالت لها: بصي بقى، الواد ماهر ابنك بقى عنده 20 سنة. إيه رأيك يعني بدل ما نجيب حد غريب من بره نجيب الواد ماهر؟ وبصراحة بقى أنا عايزة الواد ماهر ده بأي طريقة معايا، بأي طريقة وبأي شكل. راحت مبصلها كده وقعد قالت لها: الواد الواد ماهر إن أنا؟ ما تتلمي يا ولي، عيب. وبعدين مش هينفع خالص. قالت لها: ليه يا أختي مش هينفع؟ ما هو بقى شد بسم الله ما شاء الله وعنده 20 سنة. قالت لها: لا طبعا، مهما كان مش هينفع. الواد لسه صغير ومش فاهم حاجة. وبعدين تاخديه انتي؟ ده انتي تبلعيه يا ست انتي، ده انتي تبلعيه. وليه خبر جراية؟ مالك؟ هو انتي مش شايفة نفسك ولا ايه؟ وراحت مقرباها على مطياها يعني. وراحت لها: لا لا لا، شيلي الفكرة من دماغي خالص. وبعدين زي ما قلتلك الواد لسه صغير ومش فاهم حاجة خالص. وانا بصراحة مش عايزة يعني هفتح عينيه على اي حاجة من دي دلوقتي. انا يعني شايفة ان احنا يعني نشوف اي حل تاني. قالت لها: اي حل تاني ازاي؟ ما انا بقول لك اهو، ما ينفعش نجيب حد تاني من بره. وبعدين الواد موجود وممتاز وراضي وموافق. انتي ايه مشكلتك بس؟ قالت لها: راضي وموافق وعرفتي منين؟ قالت لها: يعني أنا بقول إحنا لو عرضنا عليه مش هيرفض. أصل يعني أكيد هيحب يعني إن أمه يعني تبقى مبسوطة، مش ناقص أي شيء ولا ناقص أي حاجة. وأنا كل ده وأنا واقف عند الباب ولقيت أمي بتقول لها: يا أختي ده الواد ضعيف ومش حملك خالص. لكن أنا بالي قلت لها: هما يعني مش سامعيني ولا شايفيني. قلت لها: ضعيف في ايه بس يما؟ ده انا زي الحديد. انتي بس لو تجيبيها لي، انا مش هعرف انا هعمل ايه لو جبتيها لي بس. ما تقوليش كده خالص يما. وكل ده وانا واقف وبتكلم مع نفسي في عقلي بالي كده من غير ما حد ما يسمع حاجة ولا حد شايفني. اصل يعني امي مستقلية بيا خالص ومش عارفة ان ابنها زي الاسد، زي ما الاولى صاحبتها دي. لو يجيبوها لي ده انا تاخدها من زمان. او نفسي يعني الموضوع يحصل عشان خاطر انا كمان ارتاح. لو تجيبيها لي. وفضلت واقف عند الباج أسمع كلامهم هما الاتنين. بصراحة القصة دي وأنا بحكيها مخلياني إن أنا يعني متخيلة نفسي مكان علي، مكان ماهر، ومخلياني في جو تاني خالص. وحاسة كده إن عقلي راح في حتة تانية خالص. انتوا يا جماعة مش حاسين ولا عارفين القصة دي عاملة فيا إيه؟ ده عاملة فيا حاجات كتيرة قوي. وأنا يعني بحكيها الواحد عقله بيروح لحاجات كتيرة قوي قوي. لكن أهو، أنا أعمل إيه بس؟ ما لازم الواحد بس لازم يشوف نفسه طبعا. مش كده ولا ايه؟ انتوا مش معايا؟ انا برضو بقول كده. المهم نرجع لقصتنا. قمت بقى لما سمعت كده ولقيت امي كمان ابتدت توافق. قلت بس انا هروح بقى استحمى واغير هدومي والبس الحتة اللي على الحبل. ورحت فعلا عملت كده. وقمت واحد الحتة الزرقاء، حبيتي الزرقاء طبعا. ما هما اتنين هيعملوا فيا ايه؟ ده هيعجنوني. فالمهم رحت عملت زي ما بقول لكم كده بالظبط. ما انا لازم اكون جاز ليهم. ما انا بقول لكم دول اتنين والاتنين يعني ما يتوصوش خالص خالص. الاتنين بصراحة حاجة كده، انما ايه، هيعجنوني. وانا بصراحة كده
يعني الدنيا عندي بتخلص بسرعة والزبادي بسرعة. يعني انتوا فاهمين طبعا قصدي، انتوا فاهمين أكيد مش كده صح؟ ويمكن الدنيا كانت ممكن تخلص في أول 5 دقايق، وساعتها بقى صاحبة أمي كانت هتقعد تضحك عليا. عشان خاطر كده ما كانش ينفع أبدا 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 إننا نعدي الموضوع كده يعني. وأنا بقى دخلت الأوضة من هنا، ولقيت صاحبة أمي دخل ورايا من هنا. فضلت تتكلم وتحكي وتمسك حاجات كتير جدا عندي، وفجأة لقيت أمي تفتح وتقول: كده برضو يا ولية؟ ده أنا مأنكاه على الواد تعملي كده عليا؟ هو ده برضو اللي احنا اتفقنا عليه؟ لكن أنا طبعا كنت عارف إن ده كلام قدامي، وإن أمي كمان هتغرض من الموضوع. ما أنا بقول لكم، أنا سمعتهم وسمعت كل حاجة قالوها وأنا واقف عند الباب، وما كانش ينفع أقول لها إن أنا سمعتكم. سبت أمي تتكلم وما كنتش عارف أرد عليها وأقول لها إيه، وهي عمالة تزعل صاحبتها وتقول لها: ده أنا مأنكاه على الواد، ما كانش ينفع اللي انتي عايزاه ده أبدا أبدا نهائي. طب كنتي قوليلي الأول يعني. راحت صاحبة أمي بترديها بتقول لها: بقولك إيه يا بت، كفاكي بقى زعيك وكلامي يا اختي، الواد وافق. قالت لها: وافق؟ وافق على ايه؟ قالت لها: لا ما انا بقولك خلاص بقى، بلاش الحركات دي بقى قدام الواد. راحت امي ضحكت وقالت لها: ايوه بجد، يلا خشي. لقيتها جت وقعدت في رحي. ما انا خلاص بقى، ما عادش ينفع معهم اي كلام تاني ده خلاص دلوقتي. ولقيتها بدأت تعمل زي ما ابويا بيعمل، وصاحبتها كمان عملت زي ما كان جوزها كمان معلمه. وانا كمان وسط الاتنين مش قادر اقول لكم ولا اوصف لكم ايه اللي كان بيحصل بالظبط، حاجه ما تخطرش على بال حد. ما انا الموضوع بالنسبه لي كان صعب جدا، لكن كنت فرحان قوي قوي بنفسي وسعيد ان كأن حبايه عملت شغل كتير قوي قوي، وانا كمان ومبسوط قوي. ودي شويه ودي شويه، ودي تقول حاجه نعملها ونجربها، وترجع التانية تقول حاجه نعملها ونجربها. وفضلت انا كده ما بينهم، ما بقى كل يوم يتكرر نفس الموضوع ده. لكن انا بصراحه ما كنتش عارف أوصف المشاعر تجاه كل اللي كان بيحصل ده. غلط طبعا وأكيد، ولكن أنا عملت كل ده خوفا عن هم يطلعوا بره، ولا أجيب حد من بره. يا ريت تنصحوني وتقولولي وتساعدوني أتصرف إزاي وأبعد إزاي. بصراحة أنا محتار جدا ومش عارفة أعمل إيه. يا ريت تساعدوني وتكتبولي في التعليقات، أنا هجرى تعليقاتكم بنفسي.